بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد في قناتي، يا رب يعجبكم. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك فيديوهات حلوة كتير 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 مني. وصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض. النهارده هنعمل مع بعض روتين في الشقة، سهل وبسيط ان شاء الله يعجبكم. وهنعمل مع بعض غدا، بس غدانا غدا بايت، يعني عندي محشي من البيت من امبارح سوري. بصوا انا مش برمي اي اكل، مش برمي نعمه ربنا الحمد لله. لو في اكل بايت ينفع ان احنا ناكله اوكي، مثلا ما ينفعش ولا حاجه ممكن المه كله في شنطه واديه لجارتي لو بتربي فراخ، لاخت زوجي. لو انت بتربي فراخ يبقى افضل ان انت تستفيدي من الاكل دوت، لو انت مش لو هو مش صالح يعني للاكل قوي تمام. لكن لو صالح للاكل يعني تعشوا بيه اتغدوا بيه. انا عندي محشي من امبارح فهحمره. فالمحشي الحاجه الوحيده اللي مستحيل ان انا مثلا اتخلص منها او ما اتغداش بيها تاني يوم، لا احنا بنحبه جدا في البيت فبنتغدى بيه على طول. تمام. هفتح بقى كده البلكونه بتاعتنا عشان ادخل نور ربنا في الشقه وهوي كمان الشقه. فانا بحب جدا ان احنا بفتح بقى الشبابيك كده بتوع الشقة كلها عشان ادخل نور ربنا الجميل بتاعنا. تمام. السراير اهيت بقى هروق الدنيا واغير واظبط الملايات. بصوا ده النيش بتاعي القديم خالص. النيش ده انا لغيته دلوقتي، يعني النيش ده مش قديم قوي يعني بس انا لغيته. عملت منه دولاب اطفال حلو جدا، وعملت منه ضلفة نيش واحدة بس. فان شاء الله نبقى نشوفه مع بعض يعني الفترة الجاية لو انتوا حابين تشوفوا يعني. خلاص انا روقت السراير وظبطت الدنيا. بصوا بقى انا ما برميش اكل نهائي نهائي. غير نادر قوي لما يكون خلاص الاكل ده بقى مش صالح للاكل ولا للطيور ولا للبني ادمين، فممكن ان انا ارميه. هنظم بقى الكومودينو دوت وهرتب الدنيا كده. دي غرفة المعيشة بتاعتنا، دي كانت غرفة المعيشة بتاعتنا. دي الشقة القديمة مش الشقة اللي أنا حاليا قاعدة فيها. ففي فيديوهات كتير هتلاقوها نازلة بالشقة القديمة، وإن شاء الله نبقى نصور مع بعض بقى ونعمل روتينات في الشقة الجديدة بإذن الله. تمام. ديت الشنطة دي أنا اشتريتها لزوجي، هو كان عايز شنطة يعني إيه يروح بيها الشغل الصبح، يحط فيها مثلا المتر والحاجة بتاعته اللي بيروح بيها، يعني لو راح مشوار مثلا ياخد مقاسات أو أي حاجة. فاشتريت له الشنطة ديت حلوة جدا، لو انت حابة تشتريها مثلا للجيم لابنك أو للنادي أو حتى للمدرسة مثلا في الإعدادي. برضو حلوة جدا. كنت شايراها ساعتها ب 200 جنيه. الله اعلم دلوقتي بقت غاليه ولا لا، بس متهيألي لا مش غاليه. هي شنط مش نوعيتها مش النوعيه اللي قوي يعني، فمش هتلاقيها بالغلو الجامد يعني. بس شنطه شكلها شياكه يعني وجميله. اشتريتها يعني ليه عشان لو حابب بقى يروح مثلا مشوار بعيد ياخد مقاسات. لو هو رايح مثلا الشغل مثلا وحب يحط فيها مثلا المعدات بتاعته والمقاسات، وفي سكتشات بتبقى معاه يعني للمقاسات وكده يعني. تمام. زي ما انتم شايفين خلاص الاوضه دي خلصت كده بالشكل دوت. وبصوا نور ربنا الجميل، انا مش فاتحه نور خالص، دي اضاءه ربنا يعني. المكتبه دي كمان كانت مكتبه زوجي. انا دلوقتي لما نقلت الشقه الجديده شلتها لان ما لهاش مساحه عندي قوي هنا، ففي حاجات كتير تغيرت يعني. فان شاء الله هنبقى ناخد التفاصيل دي مع بعض في الفيديوهات الجايه. بس يا ريت انتوا تشاركوا، يا ريت تشاركوني باللايك الحلو بتاعكم وتشتركي في القناه، لان في فيديوهات جايه الفتره الجايه هتكون دي فيديوهات محدثه احسن من كده بكتير يعني. تمام. دي كنت لسه اول ما ابتديت ان انا افكر افتح قناه، ابتديت ان انا اصور، ابتديت ان انا احاول اخد على الوضع، بس كان في صعوبات برضو بالنسبه لي. بس في شويه حاجات في الفتره الجايه حلوه جدا وتحديثات حلوه جدا. فيا ريت تشتركوا بقى في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم فيديوهات حلوه قوي. برضو هنا هفتح الشباك لان انا دايما اول لما بصحى من النوم واروق الشقه بحب ان انا افتح الشبابيك بتاعه الشقه عشان اهوي الدنيا يعني ونور ربنا يخش وكده. طبعا مساحات الشقه دي مختلفه تماما عن مساحات الشقه اللي انا قاعده فيها، بس الشقه ديت كانت ايجار. دي كانت ايجار، ربنا كرمني الحمد لله الحمد لله الحمد لله بملك.
طبعا ضيقه وطبعا صغننه جدا، بس كانت على قد فلوسنا على قد امكانياتنا، فالحمد لله ان ربنا كرمنا والحمد لله، وبحمد ربنا كل ثانيه وكل دقيقه على النعمه اللي هو ادهنا. لان انا عندي ان انا اعيش في عشه ملك ولا فيلا ايجار، عشه ملك ولا فيلا ايجار، حتى لو شقه صغننه ومحندقه على قدك انتي واولادك وزوجك، ربنا يبارك لك في عمره. دي اوضه النوم ظبطناها كده، وهنكنس بقى الصاله. الحمد لله عندي نوعا ما نظيفه، او الريسبشن او الليفنج حسب ما تسموه بقى نظيفه. احنا بس هنشيل شويه الكركبه يعني المحطوطه ديت، وهنكنس بس، وبعد كده خلاص كده. الله اكبر. كانت الصاله ما شاء الله هنا، او الليفنج او كان كبير يعني ما شاء الله، لكن عندي هنا محندق وجميل، وبرده لامم حاجتي دي كلها اللي انتوا شايفينها، الانتريه ده كله. فالحمد لله الحمد لله يا جماعه. لا تتخيلوا احنا تعبنا وجهدنا واشتغلنا على نفسنا ووفرنا لحد ما ربنا اكرمنا بالشقه دي، حتى لو هي صغيره. وبرده ان شاء الله ادعوا لي ربنا يكرمني بوسع اكبر. معلش هاجر بنتي واقفه ورايا ترزع في البلكونه، فربنا يبارك لي في عمرها. فان شاء الله نوسع مع بعض ونشوف توسعات مع بعض حلوه قوي. فانتوا برضو ان شاء الله هوريكم الشقه، وعايزاكم تقولوا لي افكار للتوسعات لو تنفع يعني، او ان شاء الله ربنا يوسع علينا بحاجات حلوه تانية في بالنا انا وزوجي يعني. فادعوا لي، لان دعوه الغريب مستجابه. فادعوا لي في الكومنتات، لان انا وزوجي لسه بنخطط لمستقبلنا، لسه بنخطط ان احنا ربنا يكرمنا بحاجه في بالنا يعني. فان شاء الله لو كرمتنا بينا برضو مش هخبيها عليكم، بس ادعوا لنا ادعوا لنا يا رب. فده بتبقى نتيجه كفاح ونتيجه تعب فتره. لا تتخيلي فرحتها بتبقى عامله ازاي، ولا تتخيلوا فرحتي لما ربنا كرمني، رغم ان انتوا بصوا يعني بصوا انا بوريكم الفيديوهات دي ليه؟ عشان انا عايزاكم تشوفوا كرم ربنا. دي شقه واسعه، شقه كانت جميله، بس كنت بدفع فيها ايجار، كانت مبالغ بتدفع فيها. اصحاب بيوت مش ظرفاء في كل حاجه. لا انا عايزين مش عارفه فلوس مطور 1500 مش يعني كنا بندفع فيها مبالغ، ومع ذلك ما كانتش ملكنا، ما كناش قادرين نعمل فيها حاجه، مش شقتنا. لكن اوريدي خدت شقه اصغر منها، حجمها اصغر بمراحل، مش بقول لك ان دي لا، شقتنا صغننه جدا عن دي، وبس مش صغيره قوي الحمد لله. لما برضو عفشي اللي كان موجود في الشقه دي تمام يعني، ما فيش حاجه انا استغنيت عنها نهائي باستثناء المطبخ. بس ربنا كرمني بمطبخ احسن منه، اشيك منه 100 مره. انا اتخلصت من المطبخ الكبير وعملت احجام صغيره بس بطريقه شياكه، بطريقه مودر. زوجي ربنا كرمهولي ويخليهولي يا رب ويحميهولي، عمل لي حاجه فخمه شويه تمام. ربنا كرمني بحاجه اصغر بس اشيك تمام. فالحمد لله على تعب السنين، الحمد لله على مجهودنا، الحمد لله على تحقيق حلمنا، حتى لو حلم بسيط بس يكفي ان احنا حققناه. فادعوا لي في الكومنتات، لان ان شاء الله يا رب يا رب في حاجه في بالنا انا وزوجي يعني ان شاء الله تيجي. هنعمل فيها توسعات حلوه جدا وربنا يعني يكرمنا. فادعوا لي ادعوا لي دعوه حلوه منكم كده تمام. زي ما انتم شايفين انا خلصت الروتين بتاعنا بتاع الشقه، خلاص خلصنا الاوضتين والريسبشن او الليفنج او الصاله، اللي زي ما تقولوا خلونا شعبيين وخلوها صاله يعني. تمام. ودلوقتي بقى نخش على الغدا بتاعنا النهارده. زي ما قلت لكم الغدا بتاعنا النهارده عندنا محشي من امبارح، فكل اللي هنعمله ان احنا هنخش نحمره تحميره حلوه كده وشكله يبقى حلو. وما برميش نعمه ربنا، انا ما برميش نعمه ربنا، الحمد لله على النعمه دي. يمكن ربنا بيكرمني بسبب دوت. فحاولي على قد ما تقدري تعودي الاولاد انه يتعشوا بالاكل الموجود. ايه المشكله؟ لو في مثلا لوبيا او فاض منك مثلا محشي او فاض منك طبيخ، عادي لما نتغدى بيه تاني يوم ممكن نعمل جنبه اي حاجه تمام. فحاولي على قد ما تقدري تعودي اولادك ان ما ترميش نعمه ربنا. ده المحشي بتاعنا اهوت، محشي بتنجان، كان تحفه جدا. واحنا بنحب المحشي البايت بقى بتاع البتنجان بالذات، عشان احمره كده في شويه زيت، والله العظيم بتاكلي صوابعك وراه واكنك لسه عاملاه دلوقتي حالا وحمريه. على فكره في ناس اوريدي بتعمله واول ما تطلع الحله وخلاص سخنه وتغرفها تروح محمراها، يا لهوي على الجمال، بيبقى تحفه تحفه. لو انت ما جربتوش بالطريقه دي تابعي معايا الفيديو وجربيه هيعجبك قوي.
وزي ما بقول لك عودي ولادك ان نعمه ربنا ما بتترميش. تمام. بحب قوي نحمره انا وزوجي، والاولاد كمان هنا بيحبوه بالطريقه دي. انا عودتهم على كده، يعني هم بيكبروا ما شاء الله بيتعودوا على اللي الام بتعمله. تمام. تعالوا بقى معايا على البوتاجاز كده عشان نحمر المحشي بتاعنا كده، اكنك بتحمري بمبار او سجق، اكنك بتحمري بمبار او سجق. بجد والله العظيم بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا، واكنك يعني لسه بتاكلي محشي بس متحمر طازه كده. والله العظيم انا اعرف ناس شخصيا بيروحوا مسوين حله البتنجان ويروحوا يبداوا يحمروها بعد ما يسووها على طول. يعني بعد ما بيسووها خلاص واستوت مش بيغرفوا بقى الاكل على طول، لا بيحمروها بالطريقه دي. هم بيحبوها كده، فبتبقى جميله جدا جدا جدا. فلو عندك محشي بايت جربي بالطريقه دي هتعجبكم قوي. انا ما برميش اكل. تمام. وصلتي لحد هنا في الفيديو، حطي لايك حلو منك وكومنتي تشجعني فيه، ويا ريت دعوه حلوه منك ليا، ويا ريت تصلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض. بصوا بديله لون غامق بقى الحلو ده. سلام بقى شويه الرز اللي بيبقوا فوق دولت مقرمشين كده من تحميره الزيت. اوه في حته تانية والله، في حته تانية. حطي لايك حلو واشتركي. والله العظيم في الفترة الجاية في فيديوهات هتعجبك قوي 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 قوي. مش بشكر في نفسي بس دي حقيقة. هنكمل بقية الميزانية بتاعتنا، خلاص قربنا نخلص ال10 ايام اللي في النص. وهنخش على 10 ايام، لسه لينا 1000 جنيه هنكمل بيها ميزانية البيت، وهنعمل بيها حاجات حلوة يعني. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين، معلش بقى لو سمعت صوت دوشه شويه، هاجر بنتي حرفيا بتحاول تركب العجله وهي مش عارفه، بس اهو عايزه تركبها وخلاص. ربنا يبارك لي في عمرها ويخليها لي. شايفين بحمر اهو المحشي بطريقه جميله. وهعمل جنبه كمان بانيه. فاكرين الصدر اللي انا عينته من الشاورما بتاعت العيش السوري؟ طلعته وقطعته كده شرايح رفيعه وعملتها بانيه، وكان حلو قوي قوي قوي. تمام. ده كان اكلنا النهارده. ما برميش اكل. عودي اولادك ان انت نعمه ربنا ما بتترميش. عوديهم حتى لو في طبيخ وحبوا يتعشوا ايه، يعني لما يتعشوا رز مثلا وفاصوليا رز ولوبيا رز وسبانخ. عودي لو في محشي مثلا حابب يتعشى ممكن ياخد صباعين محشي يحمرهم بالطريقه دي، او حتى انت تسخنيهم. عوديه على كده، لان احنا بنمشي بميزانيه معينه. ف تكلفه العشاء برضو بتكلف، ما بقولكيش ان هي مش بتكلف، بس مش طول الوقت تعوديهم على كده. برضو ساعات لو هو نفسه مثلا في سندوتش جبنه، نفسه مثلا في طبق بيض، نفسه مثلا في سندوتش كوبايه شاي بلبن، اعمليهم. فاهمين؟ فاحنا بس بنعوده ان نعمه ربنا ما بتترميش. عملت المحشي بالطريقه دي زي ما انتم شايفين، وعملت جنبه البانيه، قطعتهم 4 قطع كده كبار وقطع صغننه رفيعين خالص كده، وعملتهم بالفطار وقليتهم بعد ما تبلتهم بالبصل. ان شاء الله نبقى نعمل مع بعض يعني البانيه دي في فيديوهات تانية. ما تنسوش تحطوا لي لايك حلو منكم. الفتره الجايه في فيديوهات حلوه جدا، وهنصور بقى مع بعض. بقى هعمل لكم جوله بقى في الشقه ان شاء الله اللي انا قاعده فيها حاليا، اللي ربنا كرمني فيها الحمد لله بعد تعب وعناء كبير يعني. بعد تحويشه فتره. فالحمد لله الحمد لله، وربنا يبارك زوجي ويخليهولي ويحمولي، لانه بيتعب وبيشقى. فالراجل يا جماعه عمود البيت. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس.